مهما لعبت بك الأيام، مهما الأيام جت عليك، كرامتك خط أحمر. اوعى تيجي على كرامتك لأي حاجة، لأي سبب. اوعى تيجي على كرامتك. أي حد، أي حاجة هتوطي بكرامتك عشانها، هي نفسها هتوطي بيك بعد كده، ومش هيبقى لك لا تقدير لا قدام اللي انت وطيت كرامتك قدامه، ولا قدام روحك، ولا قدام اولادك. مش معنى ان انا احافظ على كرامتي يبقى انا في اي موقف ان انا هلل وازعق وبعجر. لا 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 لا، كرامتي ان انا لو فيه مكان انا هيتقلل مني فيه، حد متعمد ان يهن فيه، انا بنسحب بهدوء. دي احلى واعلى صيانه لكرامتي. انسحابي ده ضعف؟ هيبين ضعف موقفي؟ لا والله العظيم، هيرفعك فوق قوي، هيعلي منك قوي، خلي اللي قاعدين بقى يفركوا ويضربوا في بعض كده 4 في أخماس، وان هم ازاي ان الراجل ده مجرد ان لقينا جايين على كرامته لو 1% خلع مننا. لا لا لا، قيمتك هترفع وتزيد. وفي حالة انسحابك ده هيبان لك الحبيب من العدو، هيبان قدامك مين اللي فعلا بيحافظ عليك ومين اللي بيتاجر بيك، مين اللي بيلعب عليك، مين اللي مستغلك، مين مين مين. كل واحد في الحالة دي هيبان على حقيقته. المظاهر ممكن تخدع، لكن المواقف فضاحة. فانت لما يبقى في موقف حصل زي كده وانت اشتريت كرامتك وقمت من المكان، كل واحد قاعد هتفرق معاك قوي، هتفهم ده على ايه، وده نظرته عامله ازاي، وده طريقه كلامه عامله ازاي، ومين اللي هيتابع معاك، ومين اللي هيرن عليك، ومين اللي هيجي لك، ومين اللي هيدافع عنك في غيابك. كل ده هيبان بوضوح قدامك، وبعد كده هتبدا انت تختار على اساس واقعي ان مين اللي معايا ومين اللي عليا. طب ما انا خدمتهم وهم فاهميني غلط، وعشان كده جايين على كرامتي، فانا هحاول اوضح الاول وابرر وبرهن واحلف يمينات ان فعلا مش انا. لا 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 لا، كل ده هيقلل منك، هيقلل من كرامتك. اللي اتهمك بلا حق، بلا وجه حق، خلي الايام هي اللي تبين له، خلي الايام هي اللي توضح انت كنت على ايه، وانت كنت راجل جدع معاهم ازاي، وانت كنت راجل محترم قوي ازاي. وفي النهايه هم اللي يعني ربنا استخسرك فيهم، لان انت اعلى من كده وانت اكفأ من كده. فابعد وما تدورش وراك. لانك لو دورت وراك وبدات تبرهن وبدات تعدل وبدات تبين ان انت فعلا كنت على حق وان هم فاهمينك غلط، انت وقعت في دور المدافع، في دور ان انت بقيت انت الجاني وبتدافع عن روحك. بدل ما كان لك الحق، لا هم قلبوا الترابيزه وبقى انت اللي عليك الحق، ومطلوب منك ان انت تدافع وتبرهن ان انت راجل جدع. ودي ألعن مرحله ممكن الراجل فينا يوصل لها، ان يبقى له حق وينقلب ان هو اللي يبقى مدافع ويحاول يبرهن ان هو ملوش اي علاقه باي خطا تم في موضوع. دي مرحله جامده قوي على النفس. اتعرضت لموقف زي ده، بكل هدوء، بكل ابتسامه، قوم وانسحب وابعد، واعرف ان انت كده بترفع من شأنك وبترفع من قيمتك، بترفع من قيمه ولادك، لان انت لو اتهنت ولادك اتهانوا، بترفع من قيمه بيتك لان انت عنوانه، بترفع من قيمه والدك ووالدتك لو موجودين. مش بقول لك تبقى فظ ولا تبقى بتتلكك ولا كلام من ده، لكن انت قدمت الحلو وما لقيتش الحلو ده اتقدر، واتهمت اتهامات باطله بان انت راجل بتخرب الدنيا. لا، خلي دنيتكم اللي انا بخربها انتوا اعدلوها، وانا بعيد عن الليله، والسلام عليكم.